بذي الجاه، بذي الجاه يكفي لحد الآن، يكفي ما قد حصل بنا، خلاص يكفي احنا بطيزة الصعبين، لا فين توصلونا لحد الآن، ويكفي لو سمحتم. من يشوف هذا الفيديو يوزعه إلى كل الإعلاميين، إلى كل الناس. بسم الله والصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. المتابعين والمتابعات، أسعد الله مساكم وسلام من الله عليكم أينما كنتم. عيدكم سعيد وكل سنة وأنتم طيبين. هذا الفيديو بيتناول أهم القضايا الذي نعيشها هذه الأيام. لو سمحتم قبل الفيديو بالتفاصيل تابعوا الفيديو إلى النهاية، ولا تنسوا الانضمام إلى القناة. كل يمني، كل إنسان يحب هذا الوطن ينضم إلى القناة ويتابع الفيديو إلى النهاية. تابع الفيديو إلى النهاية واكتب بالتعليقات هل كلامي صح أو أنا غلطان. تحياتي لكم وخليكم مع الفيديو. إلى المسؤولين والسياسيين في هذا الوطن، سواء كانوا في صنعاء أو في عدن، في الشمال وفي الجنوب، إلى الحكومتين أوجه لكم هذه المناشدة. من صنعاء إلى عدن، صنعاء وعدن قلب واحد ويمن واحد ونحن أخوة. أسألكم بالله إلى يوم الدين أن تسمعوا هذه الكلمات، وهذه ليست كلماتي فقط، هناك الملايين من يتمنون أن يقولوا هذا الكلام، ومن يتمنوا أن يحصل هذا الشيء الذي سوف أتكلم فيه. أناشدكم أيها المسؤولين والسياسيين أن تعلنوا حب هذا الوطن، أن تعلنوا تصالحا وتسامح من أجل بناء هذا الوطن. يكفي ما قد حصل، يكفي خلافات، يكفي هدم. الشعب يعاني، الشعب يتألم، فقد عانينا بما فيها الكفاية. والله لا يوجد بيت في اليمن إلا وقد دفع الثمن. أما آن لكم أن تعلنوا حب هذا الوطن. يكفي خلافات، يجب أن يكون التصالح والتسامح فيما بيننا، يجب أن نكون كما قال علينا النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان والحكمة. يكفي. ماذا جنينا من هذه الخلافات؟ لم نجني سوى الهدم والحزن والألم. كما أوجه هذا النداء إلى كل الإعلاميين، إلى كل الإعلاميين في الشمال وفي الجنوب، في كل مكان في هذا الوطن، حتى الإعلاميين المتواجدين في الدول، إلى كل الناس في الباصات، في الأسواق، في المجالس. يجب أن ننسي ما حصل، يجب أن تكون كلمتنا لا للخلافات، لا للفتن، بل لحب الوطن. لا للخلافات، لا للفتن، بل حب الوطن. يجب أن نعلن حملة من الشمال إلى الجنوب، حب الوطن، تسامح وتصالح. يجب أن نتصالح ونتسامح من أجل بناء هذا الوطن. والله أنا مسكيش أتكلم أشتي أبكي. إلى متى سنبقى مختلفين؟ إلى متى سنبقى نؤيد فلان وننتقد فلان؟ فما حصل قد حصل، الكل أخطأ في حق هذا الوطن. يكفي. الشعب يتألم، الشعب يموت جوع في الشمال وفي الجنوب. إلى كل المسؤولين، إلى كل الإعلاميين، إلى كل الشعب، أحملكم أمانة إلى يوم الدين. يكفي ما قد حصل. يجب أن نكون وطن واحد وقلب واحد. يجب أن تعانق صنعاء عدن. يجب أن نتسامح ونتصافح وننسي ما حصل، فما حصل قد حصل. لا نلوم فلان ولا نأيد فلان. كلنا نحب هذا الوطن. من يحب هذا الوطن يوزع هذا الفيديو، يكون كما قال علينا النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان والحكمة. أين الحكمة والإيمان إذا لم ندعو إلى الصلح والتسامح والسلام؟ تحياتي لكم.